هل يلزمني كشاب أو كفتاة أخذ رأي الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة؟ الجواب بنسبة 95% يلزمك ذلك، وإن لم تأخذ برأيهما سوف تندم ندما كثيرا. هذا الجواب المجمل، أما المفصل تابع معي. الأصل في ذلك ما رواه الترمذي في جامعه وحسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والأصل في ذلك ما جاء عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. مبدئيا خلينا نتفق ان الاب والام احرص الناس عليك ولا يتهمان في رايهما، ونظرتهما اعمق واوسع من نظرتك انت. فانت قد تنظر الى جمال، تنظر الى طريقه كلام، قد تفتن بحب وعشق قبل الزواج وهذا محرم. اما عند علي جمعه ما فيش منه مشكله، فهم قد ينظران الى الاصل، الى الاب، الى الام، الى الادب، الى السمعه، وانت نظرتك قاصره في هذا. ثانيا، الزواج ليس خاصا بك فقط، أنت تختار وعاء لأولادك، سوف يسألونك أمام الله عز وجل عن هذا الوعاء صالح أم طالح. أيضا أهلك إما أن تكون هذه الزوجة ابنة لهم ومقربة بينك وبينهم، أو أن تكون عدوة لهم ومباعدة بينك وبينهم، فلا بد أن تشركهم في هذا الاختيار. إذن هذه البنت اللي بتقول لك من دلوقتي كبر دماغك من أهلك، بكرة أنا وأنت نعيش لوحدنا، هذه ليست أصيلة، لا تؤتمن لا عليك ولا على أولادك فيما بعد، فاغسل يديك منها. هذه إن لم تكن حلقة وصل بينك وبين أهلك، إن لم تصلح ما ينقطع بينك وبين أهلك، فهذه لا خير فيها. إن لم تحثك على صلة الرحم وعلى القرب من والديك، هذه لا خير فيها، ابتعد عنها. رابعا، نسأل الوالدين عن سبب الرفض. ما هو سبب الرفض؟ إن كان مقنعا البنت مش كويسة، سمعة الوالدين مش كويسة، سمعة البنت مش كويسة، فالحمد لله الذي كفاك شرها. طيب إن كان سبب الرفض تعسفيا لمجرد أنها منتقبة، صاحبة دين، صاحبة سنة، هما مثلا على منهج الإخوان وهي سنية سلفية، فلا تأخذ برأيهما في ذلك، والله عز وجل يعينك على قلب والديك إن شاء الله ويرضيهما عليك. وإن كانت صاحبة دين وخلق ستعمل جاهدة في ذلك في إرضاء والديك عنك إن شاء الله، فاظفر بها. خامسا، عليك بالاستخارة والاستشارة، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار. فبعد الاستخارة عليك باستشارة أهل الثقة، فإن كان رأيهم في كفة وأنت ما زلت على رأيك، فاعلم أن رأيك مرجوح ولا تأخذ برأيك في هذا، واعلم أن العاطفة تتحكم فيك. سادسا، حصل مشكلة بينك وبين هذه البنت إذا تزوجتها رغم رفض أهلك لها، فماذا تفعل؟ انصحوني. أنت لم تأخذ بنصيحتهما أولا، قفوا بجواري، أنت لم تسمع لنصيحتهما أولا. وياك تفكر إن الزواج ورد ما فيش فيه مشاكل وهنفضل كده شهر العسل طول العمر، أبدا. سابعا يا أخي، إذا كانت الزوجة الصالحة رزق من الله، فاعلم أن من أوسع أسباب الرزق بر الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوالدة: إلزم قدميها فثم الجنة. فإذا كانت الجنة أعظم الرزق، فما بالك بالزوجة الصالحة؟